السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة معانا ركنة 3 قطع حرف يو، عبارة عن كنبتين وشازلونج. الكنبة الأولانية فيها دراع وفيها من الناحية التانية تكملة الظهر، والكنبة اللي في النص ظهر بس ما فيهاش دراعات، والشازلونج زي ما انتم شايفين الظهر عشان يكمل باقي الظهر بتاع الركنة، ومن الناحية ديت ما فيهوش دراع، بيبقى فاضي من الناحيه اللي زوجي واقف فيها ديت. تمام. وما دام فاضي كده يبقى اسمه شازلونج، اللي هو الظهر بتاعه ما بيبقاش كامل وما فيهوش دراع من النهايه. تمام كده. طيب القماش بتاعنا قماش كتان، والقماش الكتان دوت انا صورته كذا مره، وزي ما انتم شايفين قماش واخد من على الوش خياطه زي خياطه الجنس كده عشان يديله شكل جمالي، لان انا عندي هنا الكلابه بتاعه الظهر دوت مش معمول لها فليتو او كاردون، فعشان ما يبقاش ساده كده وشكلها مش حلو فعملنا لها الخياطه اللي انتوا شفتوها ديت. تمام كده. الكنبه هنا عندي بقى اللي هي الكبيره ديت، زي ما انتوا شايفين برضو هنا نفس الخياطه، يعني كل حته فيها خياطه كده ساده معمول لها الحروف ديت. تمام. ادي الظهر هنا عندي، الظهر بيبقى اعلى من الدراع بحوالي 10 سنتي. وشكلها يعني هحاول اصورها لكم كلها تطلع في الفيديو كلها مرة واحدة عشان تشوفوا شكلها. تمام. القماش الكتان دوت انا صورته كذا مرة في الفيديوهات، يعني عملت عنه كذا فيديو. موجود فين؟ في اسكندرية، موجود في العطارين، في محلات ياما، يعني في كذا محل في شارع مسجد العطارين في القماشة ديت. انا عندي هنا السفنج الهايبر اللي انتم شايفينه دوت، ده اللي هنعمل منه الشلت بتاعة الركنة. طبعا أنا عندي الركنة هنا الجسم كله متشطب، لسه فاضل لها الشلت بتاعة القعدة وشلة الظهر والكوشن. الكوشنات عندي بتتعمل من الفايبر وكمان شلة الظهر، اما شلة القعدة فتتعمل من السفنج الهايبر اللي انتوا شفتوه الابيض دوت. طبعا احنا معظم الشغل بنشتغل بالسفنج صناعات اللي هو كثافة 45، بس العميل هنا عايز سفنج هايبر فهنحط له الهايبر. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، متنسوناش لايك وشير واشتراك في القناة، والسلام عليكم.